اهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طريقه تحضير بيتزا. هاد البيتزا هادي راه تماما بحال اللي كتباع في الزنقه، ما كاين حتى شي فرق. غادي تجربوها وغادي تردوا عليا في التعاليق. كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير مع اسرار النجاح ديالها. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنسوش ديروا اشتراك للقناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من الوصفات والفيديوهات ديالي. ما نطولش عليكم، نبداو لا فيديو. انا غادي نصايب مع ديك المكونات. هنا عندي نص لتر ديال الماء يكون عادي من روبيني. ضفت عليه نص كاس ديال زيت المائده، تقدروا تعوضوه بزيت الزيتون. ضفت معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه معمرات كبيره ديال الملح، وهنا معلقه كبيره ديال السكر حتى هي متكونش عامره بزاف. غادي نخلط المكونات ديالي مزيان بالطراب اليدوي، يعني نخلطوا المكونات مزيان مزيان حتى يتجانسوا، حيت هاد العجين هادي راه ما غاديش ندلكوها، فقط غادي نخلطوها باليد ديالنا، نخلطوها بلا دليك بلا حتى شي حاجه. صافي هنا ملي خلطت المكونات غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا ضفت الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث والرابع. انا غادي نضيف 7 الكيسان ونص ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق انا كنستعمل الفورس، الدقيق الابيض من نوعيه جيده اللي يكون مغلبل مزيان. هنا خديت هاد سباتول هي باش غادي نجمع العجين ديالي، يعني غادي نبقى نخدمو غير هكا بلا دليك بلا والو. انا كنعاود نكرر هاد الملاحظه، ما تدلكوش العجين ديالكم، حيت الا دلكتوه ما غاديش ينجح معكم. يعني البيتزا اللي بغيتوها تنجح معكم ما دلكوهاش، فقط خلطوها بشي سباتول ولا باليد ديالكم، المهم انكم ما دلكوهاش. صافي غادي نستمر هكذا حتى نحصل على العجين بالقوام اللي يكون مرخوف شويه. بالنسبه للعجين الا ما تجمعش لكم بقى مرخوف بزاف تقدروا تزيدوا الدقيق، حيت كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي متوفره عندكم. صافي هنا ملي جمعت العجين كيف قلت لكم راه كيبقى شويه القوام ديالو مرخوف وكيلتصق في اليد. غادي نغطيه هكذا ببلاستيك غذائي، غادي نخليه يرتاح نصف ساعه ورجع معكم. هنا ملي دازت نص ساعه تقريبا غادي نحيد له البلاستيك الغذائي، وغادي ناخذ واحد الزلافه درت فيها شويه ديال الماء، غادي ندهن بها الاصابع ديال اليد ديالي، وغادي نخدم البيتزا ديالي بهذه الطريقه. نحاول انني نمسكها من الجوانب ونوضعها الفوق بهذا الشكل. المهم راه الفيديو واضح. نبقى ندهن اليد ديالي بالماء باش هكذا ما تلتصقش ليا على اليد ديالي، حيت كيف قلت لكم راه القوام ديالها خفيف بزاف. كل ما كان القوام خفيف ديال البيتزا ديالنا كل ما كتجينا ناجحه اكثر. المهم هاد الطريقه هذه كتخلي لينا البيتزا ديالنا تجي قطنيه وتجي خاويه من الداخل، يعني ما كتجيش معجنه بزاف. صافي هنا غادي نعاود نغطيها ونخليها حتى تختمر مزيان. بالنسبه لهنا غادي ندوز باش نوجد صوص الطماطم ديال البيتزا. خديت هنا واحد المقله درت فيها شويه ديال زيت المائده، وانا ضفت صوص الطماطم الجاهزه. يعني هاد الطريقه هادي راه كتجينا هاد الصوص زوينه بزاف. غادي نضيف عليها معلقه ديال صوص الطماطم المعلبه. صافي غادي نحرك هادو حتى يتجانسوا مزيان. من بعد غادي نضيف عليهم واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر غادي نسم به ولا اي منسم بغيتو. المهم الزعتر راه كيخليها تجي زوينه بزاف وبنينه. صافي غادي نخليها هكذا حتى تنشف مزيان وتكون على هذا الشكل. صافي نطفي على البوطه. دابا غادي ندوز نوجد الحشوه باش غادي نصايب البيتزا ديالي. انا خديت مقله درت فيها شويه ديال الزيت، غادي نضيف فيها واحد البصله مقطعه. الا بغيتو تحكوها حكوها، المهم انا قطعتها هكذا صغيره. ضفت عليها واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي غادي نبقى نحرك فيها هكذا حتى تهبط البصله مزيان. صافي هنايا ملي هبطات البصله انا غادي نضيف الكفته. ضيفوا الكميه اللي بغيتو على حسب شحال ديال البيتزات بغيتو. المهم هاد العجينه هذه كتخرج ليا 3 ديال البيتزات كبار. هنا من بعد ما تشحرات الكفته غادي نطفي عليها وندوز باش نوجد البيتزا ديالي. هنا عندي الفلفله مشويه شويته وقطعتها طريفات صغار، الكفته، وعندي الثوم، وعندي الطماطم صوص طماطم، وعندي الفرomاج. صافي هنايا غادي ناخد شويه دقيق غادي نرشو على سطح العمل.
راه كيكون العجين ديال البيتزا كيكون ختامر كما كتشوفوا. هو هذا صافي، انا غادي نحيدو من هذاك الاناء. انا غادي نشارك معكم الطريقه باش كنخدم البيتزا. غادي ناخذ الجوانب ديالها، غادي نجرهم هكا وغادي نوضعهم الفوق ديال البيتزا ديالي. غادي نخدم هذه الطريقه من 4 ديال الجوايه بهذا الشكل. صافي هنا غادي نقسم العجين ديالي ل3 ديال القطع اللي يكونوا متساويين. انا غادي نحاول نقادهم على شكل كريسات صغارين. هاد الطريقه هذه راه هي باش كيخدموا في المطاعم الكبرى، راها كتجي ناجحه وكتجي تماما بحال ديال الزنقه. المهم كيف قلت لكم انا غادي نقسمها ل3 ديال البيتزات كبارين. الا بغيتو البيتزا تيجوكم متوسطين راه غادي يقدروا يخرجوا لكم حتى 4 ولا 5 ديال البيتزات. المهم غادي نرش سطح العمل بالدقيق، نرشوه مزيان حيت العجين راه كيلتصق في اليد وكيلتصق حتى في سطح العمل. يعني ضروري انكم تستعنوا بالدقيق الابيض. تقدروا تستعنوا حتى بالدقيق الاصفر، حتى هو الا بغيتو تجيكم البيتزا ديالكم مقرمشه. المهم هنا غادي نشكل كريسات صغار بهذا الشكل. صافي غادي نستمر هكذا حتى نساليهم كاملين. المهم انا ما غاديش نقطع معكم الفيديو، غادي نخليه ديت باش تشوفوا الفيديو بالتفصيل الممل. صافي هنايا غادي نصايب الكريسه الثالثه حتى هي بنفس الطريقه، ونحاول انني نديهم في نفس العبار باش هكذا يجوني قد قد وما تجينيش وحده كبيره وحده صغيره. وكل مره ملي نبغي نحطهم نحاول انني نرش الدقيق. هنا خديت واحد المقله اللي كنطيبوا عليها المسمن والمخمر، فرشت عليها ورق الزبده. صافي وغادي نبدا نشكل في البيتزا ديالي من الوسط. نبدا نضغط عليها من الوسط مزيان ونخلي هذوك الجوانب منتفخين هكذا كتكون البيتزا ديال برا. صافي ونبقى مره نرش دقيق حيت راه واخا دايره الورق ديال الزبده راه كتلتصق ليا فيه العجين حيت رطب. هنا ملي شكلت البيتزا ديالي غادي ناخذ صوص ديال الطماطم. صافي وغادي ندهنها بهذه الطريقه. بالنسبه للصوص ديال الطماطم ما تكثروش بزاف باش هكذا ما تجيكمش الباط بيتزا ديالكم معجنه. يعني ديروا غير الكميه اللي كافيه فقط، غير دهنوها. المهم انا هاد البيتزا راه ما غادي نتقبها ما والو، يعني غير يتبعوا هاد الطريقه راه غادي تنجح معكم. صافي هنا غادي ناخذ الفرماج ديال الموتزاريلا وغادي نرش طبقه فوق صوص طوماط بهذا الشكل. من بعد غادي ناخذ هنايا الفلفله. انا عندي الفلفل الاحمر، الا ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش، كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. تقدروا تعتمدوا غير على الكفته بوحدها. صافي هنا ملي ضفت الفلفله اللي قلت لكم كتبقى اختياريه، غادي ناخذ الكفته ديال لادند وغادي حتى هي غادي نوزع على البيتزا ديالي. المهم انا ما درت ليها لا توابل لا حتى شي حاجه، فقط الملحه والبزار راه كافيين وراه كتجي لذيذه بزاف. صافي هنا ملي وزعت الكفته غادي نعاود ندير طبقه ديال الفرماج. المهم بالنسبه للطون انا ما غاديش نديرو في هذه البيتزا، غادي ندير 2 بيتزات فيهم الكفته وحده غادي نديرها بالطون. صافي هنا ملي وزعت الفرماج غادي نوضعها فوق البوطه حتى ينتفخوا ليا هاد الجوانب. البوطه اللي تكون مجهده مزيان ينتفخوا ليا الجوانب ديال البيتزا ديالي عاد باش ندخلها للفرن. صافي هنايا غادي ناخذ البيتزا الثانيه وغادي نشكلها بنفس الطريقه، نضغط عليها من الوسط مزيان والجوانب نخليهم منتفخين. المهم البيتزا راه معرطبه بزاف، غير في اي بلاصه حركتها كتململ معايا. المهم هنا كيكونوا نتافخوا هاد الجوينبات اللي قلت لكم، غادي ندخلها للفرن باش طيب. وهنا كنوجد في الثانيه. هنا خديت ورق الزبده مره اخرى وغادي نحاول انني نهز العجين ديالي وغادي نصايبه على ورق الزبده على شكل دائري بهذا الشكل. صافي غادي ناخذ صوص طوماط وغادي ندهنها بنفس الطريقه. كيف قلت لكم ما تكثروش من الطماطم باش هكذا ما تجيكمش معجنه الباط ديال البيتزا. المهم هاد الصوص هادي راه كتجي زوينه بزاف صراحه، احسن من هذيك اللي كنصايبو في الدار. كتجي هادي زوينه ومنسمه بالزعتر، كتجي خطيره بزاف.
صافي هنايا من بعد ما درت صوص طوماط غادي نعاود بنفس الطريقه وندير الفرماج. هنا غادي نعاود ندير الكفته. المهم هنايا الفيديو وليت كنضرب فيه حيت الصراحه التليفون عمر وطلع لي ستوكاج، صافي وليت غير كنضرب. المهم بينت معكم البيتزا الاولى، هادو راه غادي نخدمهم بنفس الطريقه. وديال الطون راه في بلاصه الكفته غادي نضيف الطون. هنا نسيت، كنت بغيت ندير الفلفله هي الاولى عاد باش ندير الكفته. المهم بحال بحال صافي ملي درت الكفته عاد باش درت الفلفله. صافي دابا غادي نعاود ندير ليها الفرماج وغادي نوضعها في مقله بنفس الطريقه كيف قلت لكم، تكون مجهده المقله مزيان حتى ينتفخوا الجوانب. هنا كنصايب في البيتزا الثالثه ديال الطون، حتى هي غادي ندير صوص طوماط. من بعد غادي نضيف الفرماج صافي. و اخر حاجه غادي نضيف الطون. المهم هنا الفرماج انا كنستعمل الموتزاريلا، اللي بغيتو تستعملوا الفرماج الاحمر ديروه. انا غادي نوزع الطون كيف قلت لكم وغادي نوزع الفرماج. هنا كتكون البيتزا ديال الطون ديالي كطيب كما كتشوفوها، هي راه كتجي رائعه بزاف. في الاخير نتلاقى معكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو. واخيرا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا اللي حضرت معكم اليوم. المهم انا غادي نفتح معكم غير وحده ديال الكفته، الاخرين راه بحال بحال، يعني غير وحده ديال الطون وحده ديال بحال هادي، يعني بحال بحال نوريهم لكم. راه نفس العجين فقط الحجوه اللي مختلفه، راه كتجي زوينه بزاف. انا هنايا غادي نقطعها معاكم، كتجينا رقيقه من الوسط وفي الجوانب راه ما كتجيش مدقسه بتاتا، كتجينا خفيفه بزاف. المهم انا غادي نقرب لكم الفيديو، راه كتجينا خاويه من الداخل كما كتشوفوا، راه الفيديو واضح وباين. وراه وريتكم حتى الاسرار باش كيخدموا المطاعم، يعني هاد الطريقه هذه راه كونوا اكيدين الا جربتوها غادي تنجح معكم البيتزا ديالكم. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا. الا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. الا كنتو جداد في القناه ما تنسوش انكم تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات ديالي. السلام عليكم، تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.